السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا بقى خلاص احنا داخلين ايام ونخش على العيد، باقي 10 ايام على العيد. نلحق بقى نفسينا ونبتدي ان احنا نعمل الفسيخ بتاع العيد. طبعا الكيلو دلوقتي، طبعا الفسيخ دلوقتي عامل 500 600 جنيه. طب وليه بقى احنا نشتريه ونعمله في البيت؟ حتى كمان تعزمي حبايبك وقرايبك وكل اصحابك على ايه، حاجه زي كده مثلا لما يجوا يعيدوا عليكي. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا جبت قد 3 كيلو. بمسك السمك الاول بغسله غسله حلوه من الخياشين وكله عشان ما يبقاش ريحته وحشه، واروح ماسكاه عامله له مساج. طبعا المساج اللي انا بعمله ده اللي بيخلي السمك معاكي، الملوحه معاكي مزبده، وفي نفس الوقت بيفصل اللحم عن السلسله بتاعته، يلاقي اللحم بيطلع معاكي بكل سهوله، وفي نفس الوقت يطلع معاكي مزبد وملوش حل. طبعا زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا اعمل الكميه دي كلها، واروح واخده السمك دلوقتي واروح حطاه، حضر له شنط. في حاجه كمان، انا دلوقتي لما باجي احط اول طبقه من السمك بحط السمك في اكياس نظيفه من جوه الاول. لازم تكون الاكياس نظيفه جديده، يعني ما تكونش اكياس انت ركناها عندك، لا الاكياس الداخليه اللي هي اللي هتحطي فيها السمك نفسه من جوه لازم تكون نظيفه. طبعا انا جبت شنطه كده من الشنط اللي انا شارياها، واروح رشه ملح وشطه. طبعا انا جبت كيس ملح وكيس شطه، حشيت الخياشين ملح وشطه، وطبعا بحشي البق كمان. طبعا في ناس ما بتحشيش البق، بس انا بصراحه بحب حاجتي تبقى مظبوطه. هبتدي ان انا ارش طبقه من الملح والشطه تحت، واروح حاطه فوقيها سمكه سمكه بعد ما بعمل فيها اللي ايه، الخياشين والبق. طبعا برش حبه ملح على السمك من فوق علشان خاطر يتحيق ويبقى حلو. طبعا ما تكتريش ملح برضو، لان ده ملح اللي هو طعام ملح. نحط الطبقة كده ونروح رشين عليها من فوق الملح بالشطة اللي احنا عاملينها. انا ولا بحط كركم ولا بحط اي حاجة، هي الاضافات اللي انا بقول لكم عليها دي. طبعا بروح ربطاه كويس جدا، بطلع اي هوا في الكيس، دي البداية الاساسية عشان لو في هوا هيبوظ لك الفسيخ. هبتدي ان انا امسك كيس تاني واروح لفة نفس الحكاية، وطبعا هحط اكبر كمية من الاكياس. طبعا هنعمل الاول 3 اكياس. انا هنا جايبه قد 9 سمكات كبار. طبعا قسمت كل 3 في كيس علشان خاطر اطلع واحده. طبعا كل ما تسيبيها كل ما يقدم ويبقى جميل، فاحنا مقسمينهم كده بحيث ان احنا لو طلعنا واحده الباقي يستوي بقى، يعني يبقى يستوي اكتر، لانه بيعتق بيبقى احلى واجمل. طبعا زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا احط زي ما انا وريتكم الخياشين والبق. في ناس ما بتحبش تحط في البق ملح، لا انا بحب احط في كل حاجه ملح وشطه علشان خاطر ما اديش اي فرصه لاي حاجه تتكون فيها. دي حاجه احنا بناكلها واولادنا بياكلوها، فلازم يكون طعمها يعني يكون نظيفة ويكون متأكدين منها. طبعا خلاص كده هروح رشة برضو ملح من فوق، واروح لفة الكيس برضو اطلع الهوا منه، واروح ربطاه واحطه قد 10 اكياس في قلبيه. افضل احط التلاتة حطت لهم 10 اكياس. ولو معاك عندك اكياس بقى، بس اهم شيء الطبقة الاولانية يكون اكياس نظيفة، والاكياس الخارجيه فيما بعد مش مشكله. اهم شيء الطبقه الداخليه يكون الكيس نظيف معاكي علشان خاطر ما يدوتش منك ويبقى وحش. طبعا مش عايزه اقول لكم بقى ان شاء الله هنفتح عليه ان شاء الله، او هنفتح ان شاء الله عليه اول يوم العيد. وبعد كده طبعا نحضر له بقى الليمون بقى والبصل الاخضر. وطبعا الرنجة برضو اساسي جنب الاكله دي، لان انا مش عايزه اقول لكم بصراحه انا الاكله دي بقالي فتره كبيره جدا ما عملتهاش. لو انتوا تلاحظوا في الفيديو انا ما نزلتش بقالي فتره كبيره من ساعة اخر فيديو نزلته. طبعا ما نزلتوش بسبب غلو السمك، بس بصراحة بقى انا قلت لا بقى بمديهاش، لان انا بصراحة الاكلة دي على اشتياق، فحبيت قلت مش مشكلة نعملها بقى ونعزم حبايبنا وقرايبنا وكل اللي بنحبهم ناكلهم من الفسيخ اللي احنا بنعمله. انا مش عايزة اقول لكم ان انا اصحابي واهلي بيحبوا، بصراحة بيحبوا جدا جدا الفسيخ اللي انا بعمله، لان انا بصراحة الحاجة لما بعملها بحب، ولما بديها يعني لما بنيجي ناكلها مع بعض ببقى حاسه، يعني الحاجه لما تاكليها بحب كده بتختلف عن ما انتي تشتريها من بره. طبعا زي ما انتم شايفين كده بقى دي التكه اللي انا هقول لكم عليها.
طبعا زي ما انتم شايفين كده غلفت كل 3 في 10 اكياس او اكتر، انا حاطه اكتر طبعا من 10. وهبتدي بقى دي قماشه كده صوف، هروح لفاها على الصينيه طبعا دي، واروح حطاها في الفرن. هي دي بقى التكه اللي تخلي معاك الفسيخ يستوي في 10 ايام ويبقى جميل ومزبد وزي الفل. طبعا هنحطه في الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هروح لفاها لفه حلوه كده زي ما انتوا تشوفوا دلوقتي، واروح مدخله القماشه من جوه كده اهو علشان خاطر تكلفته. وطبعا كل يوم اروح للفكه دي واقلب ما انتوا شايفين كده، هقلبها يمين واقلبها شمال وخلاص بالشكل ده. هروح مغطياها بقى زي ما انا غطيتها قبل كده، او انا حبيت هنا اوريكم ان انا بفكها واروح غطياها لفه الاكياس واروح مغطياها تاني. طبعا خلاص زي ما انتوا شايفين كده ببتدي ان انا اغطيها تاني واعمل اللي انا عملته اول مره معاكم. وبعد كده بقى هنا التكه الاساسيه بنروح حاطينها في الفرن ونسيبها، وكل يوم نعمل عليها اللي انا وريته لحضراتكم كده. وبعد 10 ايام هتاكلي احلى فسيخ، احلى من ان انت تجيبيه من بره ب100,000 مره. حاجه نظيفه واثقه فيها، اولادك ياكلوها وانت مطمن. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. مع السلامه.